كشف طبيعة إصابة إمام عاشور وإجراء عاجل في المستشفى. كشف طبيب النادي الأهلي المصري أحمد جاب الله عن تفاصيل إصابة نجم الفريق إمام عاشور بعد أن تعرض للإصابة القوية أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية. وأوضح جاب الله أن الإشاعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، لافتا إلى غيابه عن باقي مباريات الأهلي في مونديال الأندية. ومن المتوقع أن يجري إمام عاشور عملية جراحية عاجلة في الكتف بأحد مستشفيات ميامي بعد هذه الإصابة. خرج إمام عاشور متأثر بالإصابة في الكتف وباكيا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق افتتاح كأس العالم للأندية. وتلقى إمام عاشور في المرة الأولى العلاج، لكنه بعد دقائق سقط باكيا على الأرض رغم محاولات الجهاز الطبي. وكان إمام قد أهدر فرصة التقدم في الدقيقة 8 بعد مرتدة سريعة للأهلي وتصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستيري. وشارك أحمد مصطفى زيزو لأول مرة في مباراة رسمية مع الأهلي بديلا لإمام عاشور في الدقيقة 12. لو عايز يوصلك كل الأخبار ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات.